وهنبدأ بالبابا ديمتريوس الأول، ديمتريوس الكرام البطرك رقم 12، اللي كان مخالف لقوانين الكنيسة وكان بطرك متزوج. والله زي ما بقولك كده، لا كان راهب ولا حتى كاهن ولا أي حاجة، كان متزوج أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبطرك اتعين واترشم بدون موافقة الأقباط. رسموا البطرك اللي قبله اللي هو الأنبا يوليانوس. الأقباط اتفاجئوا طبعا بيه، فجأة لقوا واحد فوق دماغهم بطرك علماني بل متزوج مخالف للقوانين الكنسية. المهم ان هم عملوا فورة وقالوا هنشيل البطرك العلماني المتزوج ده. ببساطة البطرك ضحك عليهم بكلمتين، قال لهم بصوا الخدعة دي انا هعمل لكم دلوقتي مش عارف ايه السحر والحركات والسبع ورقات وبتاع، هجيب لكم شوية فحم قدام باب الكنيسة وهمشي عليهم ومش هتحرق ومش هيحصل لي حاجة. وعدت المشكلة وكمل البطرك على كده والدنيا كانت جميلة. البطرك الجاهل ده بدأ رحلة صراعات من اهم الصراعات داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وتقريبا هو اللي بدأ الصراعات التقيلة دي. والصراعات دي ما كانتش مع العوام بالمناسبة، لا لا لا، دي كانت مع أساقفة وقساوسة مشهود لهم بالعلم والفلسفة، زي القسيس وقتها أوريجانوس، وهو العلامة أوريجانوس حاليا المحروم بسبب هذا البطرك. البطرك المتزوج العلماني خد من إيده سر الكهنوت. بعدها طبعا صار عداوة كبيرة ما بينهم، ويا رب بس ما يطلعوش يقولوا معاذ هو سبب العداوة دي. يا جماعة ربنا يستر. أهلا بيكم.